اتسببت في انه يتحبس وينام على البرش وياكل كمان عيش وحلاوة اسبوعين بحالهم بعد ما اتريق عليها في مسرحية من المسرحيات اللي كان بيمثل فيها اسمها لا مؤاخذة يا منعم. ولما اتدخل اكتر من فنان عشان تسامحه رفضت كل الوسايط. تعالوا معايا اعرفكم ازاي الراحل نجاح الموجي اتريق على الفنانة انغام بطريقة كوميدية خلتها حبسته، وازاي هي انكرت ودخلت العرض المسرحي عشان بس تشوف بيقول عليها ايه. الفنان الراحل نجاح الموجي من مواليد 11 يونيو 1945 اتولد في قرية ميت الكرمة بمحافظة الدقهلية، واسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي، وخد اسم نجاح من أخوه الكبير عشان يعترف بفضله عليه لأنه رباه وشجعه يدخل مجال الفن وكان كمان بيصرف عليه. في بداية مسيرته الفنية حاول نجاح الموجي يقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات.